السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح ندير لكم مملحه رمضان. جبت لكم وصفه ميني بيتزا ولا اروع، يجوا بزاف بنان وطريه وبدون دلك وبمكونات جد بسيطه ومتواجده في كل منزل، وكي تجربيها ما تستغنيش عليها، راح تنال اعجاب الكبير والصغير خصوصا الاطفال. ارواحوا مع بعضنا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. نبدا بالمقادير. نحتاج هنا كأول خطوه عندي كاس تحليب يكون دافئ هكذا، نضيف عليه الكاس الثاني، نخلط بين الماء والحليب هنايا، والبقيه نكملو بالماء هكذا. نضيف لهم هنا ملعقه كبيره تاع خميره الخبز. انا هنا درت تاع العجينه، نضيف لها مغرفه كبيره تاع السكر، ونخلطهم كامل حتى تذوب لي هذيك العجينه. ونضربهم حوالي 2 دقائق ولا 3. هنا ونغطيهم ونخليهم يتفاعلوا حوالي 5 دقائق ولا 10 دقائق هكذا، ونروحوا للمرحله الثانيه. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه حوالي 10 دقائق نبدا نضيف باقي المكونات. هنا عندنا حبه بيض كامله تكون بدرجه حراره الغرفه، ونضيف لها حوالي نص كاس تاع زيت عاديه، ونخلط المكونات هكذا. ونضيف هنايا حوالي ملعقه صغيره تاع الملح، ونبدا نضيف في الفرينه بالتدريج. وهنا ضفت كيس خماره كيميائيه، خماره الحلويات. هنا كما كتشوفوا راني نخلط غير بالفوي، مازال ما استعملتش يدي. والسر باش يجيكم هذه البيتزا بزاف خفيفه وناجحه هي تخليها طريه، تخليها تكون العجينه تلاصق في اليد هكذا. نخلط مليح بالفوي ونضيف غير بشويه الفرينه، نضيفه غير بشويه. انا هنا راح نتخلص من الفوي، نبدا نستعمل يدي هكذا. نخلو العجينه تاعنا طريه تتلاصق في اليد. دوك نوري لخياتي القوام اللي نتحصل عليه هكذا كما راكم تشوفوا. انا هنا نحي كامل هذيك الاطراف ونلمتها. دوك نوريكم القوام اللي نتحصل عليه. هذه هي العجينه، شوفوا كيفاش تبقى تلاصق في اليد. درت لها شويه تاع الزيت ونعاود نغطيها ونخليها تتفاعل وتخمر هكذا. العجينه بعد ما خمرت لي حوالي نص ساعه ضاعف الحجم تاعها. انا هنايا نبدا نهبطها باش نشكل الميني بيتزا تاعي. انا هنا سبكت الفرينه باش ما يغبنيش هكذا، وندير حلبوش طويل ونبدا نقطع الميني بيتزا. انتي والحجم اللي راكي حباتو هكذا. انا نقطعهم صغار. وانا راني موجده هنا صوص طوماط، صوص تاع البيتزا، كل وحده كيفاش تحب ديرها. انا هنايا درت غير الطوماطيش، ضفت لها نص حبه تاع بصله وقليتهم مع الثوم هكذا. نبدا نشوفوا معايا العجينه باش تبان ما شاء الله خفيفه وطريه هكذا. نكمل نشكل كامل الحبات.
انا هنا نجيب صينيه تدخل الفرن، درت لها ورق الطهي، نبدا نحط فيها الكوريات تاوعي هنا ونخبزهم. تديري الشكل اللي حبيتيه، تحبي تخليه مدوره. انا هنايا درتها شكل بيضاوي كما راكم تشوفوا. مشيتها هكذا بيدي، ندير شويه فرينه باش ما تلصقليش العجينه في اليد. كما راكم تشوفوا العجينه راهي طريه هكذا. ندير على هذا الشكل، شكل طولي، نطولهم هكذا ونسيي نحفرهم في الوسط ونخلي الاطراف شويه خشان، ونضيف لهم صوص طوماط ونوزع كامل الحبات. تحبي ديريهم بالطو، تحبي ديريهم بالدجاج، تحبي ديريهم بيونداشي، هذا الشيء يرجع لك نتيا وعلى حسب الاذواق. انا هنايا درت صوص طوماط، انا عندي شويه صدر تاع الدجاج، درت له شويه تاع ملح وقطعت كامل الخضره، الزيتون، الفلفل هكذا، نوزعهم بهذا الشكل. راح يعطي بنه بزاف هايله البيتزا تاعنا. بيان سور نخلي العجينه زيد تريح حوالي 5 دقائق. شعلت الفرن تاعي على درجه 180. انا هنا نطيبهم من الفوق ومن التحت، واذا ما عندكش شعلي له من التحت، كي يطيبوا عاودي شعلي له من الفوق باش يحمروا ويذوب لك هذاك الفرماج. انا هنا بعد ما درت هذه كامل الخضره ندير من الفوق الجبن المبشور، نوزعه كامل. وانت ديري اي جبن متوفر عندك، تقدري ديري شيدار ولا الموتزاريلا هكذا. انا ندخلهم هنا يطيبوا ونوريكم الميني بيتزا كيف تجاو في الاخير. هذو هما الميني بيتزا تاع نهار اليوم، جاو بزاف بنان وطرايا وخفاف وبزاف سهلين وما يديلكش بزاف الوقت. توجديهم في 5 دقائق في شهر رمضان، راح تفرحي ولادك والاطفال بالخصوص. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وسورتو تجربوها وما تندموش. انا نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل، شوفوا كيفاش جات طريه، جات ما شاء الله. اذا عجبتك الوصفه ما تنساش باش ديري لي جيم وتبارطاجيها مع صحباتك ولا حباباتك. انا نخليكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اتهلاو في روحتكم، مع السلامه.